السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مدار الأخبار. عرفت القناة سقط غير مسبوق بسبب هجوم الذباب الإلكتروني الجزائري، ولهذا نرجو منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وإضافة تعليقاتنا الخالدة: الله، الوطن، الملك، الصحراء، مغربي. نشرت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز مقالا بعنوان: تبون في غيبوبة بعد محاولة اغتيال من طيار الجناح العسكري لأبناء الشهداء ويتواجد بمستشفى في مدينة ماينز الألمانية. وجاء في نص المقال: تشهد الجزائر في الأيام الأخيرة حالة من الغموض غير المسبوق وتوتر داخل الهياكل السياسية والعسكرية التي تتناحر في صراعات داخلية حول السلطة بعد اختفاء رئيس البلاد عبد المجيد تبون عن الأنظار بشكل مفاجئ، وفي ظل غياب بيانات رسمية مقنعة وسط مخاوف من دخول البلاد في أزمة دستورية جديدة تشبه تلك التي سبقت استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة. وزادت الجريدة الجزائرية: علمت الجزائر تايمز من مصادرها الخاصة أن الرئيس الجزائري يتواجد في مدينة ماينز الألمانية للعلاج في مستشفى خاص من آثار محاولة اغتيال من طرف طيار أبناء الشهداء بإطلاق نار عليه بسلاح مجهز بكاتم للصوت، ونجا من الموت بأعجوبة وتم نقله على وجه السرعة إلى ألمانيا حيث يتلقى العلاج، وأن حالته الصحية لحد الساعة غير مستقرة بسبب فقدانه كثير من الدماء أدخلته في مرحلة غيبوبة طويلة. وأردف نفس المصدر للتذكير: أبناء الشهداء هو تيار فرنسي الولاء وقوي جدا داخل الجزائر، متفرع إلى تشكيلات سياسية وعسكرية ودبلوماسية ورجال أعمال. أن الجناح العسكري لهذا التيار والذي يطلق على نفسه اسم أبناء الشهداء قد دعا بإلحاح إلى محاسبة الرئيس الجزائري بسبب فشل نظامه إلى جانب قائد الجيش في إحداث توازن بالبلاد وإنقاذ الوضع الاجتماعي الذي بلغ مستوى غير مسبوق في التدني. وزادت الجريدة الجزائرية: وبعد اتهامه للنظام الجزائري بعقد صفقات المعادن النادرة مع البيت الأبيض وأنه لم يحصل بالمقابل على أي تنازل أمريكي أو أي مصلحة من واشنطن، فقد تحصل على وعد بعدم إدراج قيادة عصابة البوليساريو في قوائم الإرهاب، ووعد أخير بإمكانية منح الجزائر بعض الصفقات العسكرية التي لا تؤثر على التوازن العسكري في شمال إفريقيا، فيما تحصل المغرب على تنازلات أمريكية بحجم الجبال. زد على ذلك خسارة الحلفاء التقليديين للجزائر مثل روسيا وفرنسا ودول الساحل، مما جعل البلاد دون سند دولي. ويعتبرون مرحلة حكم الرئيس تبون بأنها أكثر المراحل في التاريخ الجزائري سوءا منذ الاستقلال، وأن الجزائر تمر من عشرية سوداء جديدة بدون رصاص يتم فيها قتل المواطنين بالحافلات المهترئة والإدلال وتقديم الوعود المستحيلة، وأن الذي يتجول في البلاد سيظن أن الجزائر تمر من فترة مجاعة حيث جميع الشعب موزعون على الطوابير بين الماء والحليب والسميد والحبوب والقطاني. وختمت الجريدة الجزائرية مقالها أن التيار الفرنسي أبناء الشهداء الذي يريد إنهاء حكم الرئيس تبون يتهم قيادة الجيش والرئيس الجزائري بالفشل في إدارة ملفات حافظ عليها قادة الجزائريين ل60 سنة وأجهز على إرث الجزائريين الذي راكمه القادة لعقود.